بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خالد عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلقاو من جديد في حلقه جديده. نبارك واشتركوا. الحلقه ديالنا اليوم حلقه مفيده. غتشوفوا واحد العالم ما كنتوش عارفينه ربما، او بعض الناس ما عارفينه شيء. عارفينه الناس ديال الدرك وعارفينه الناس ديال الامن اللي عايشين فيه، والمؤسسات الامنيه عارفه هذا الشيء هذا. وهذا الشيء في العالم كامل للاسف، في العالم كامل كيفاش تيتعامل الشرطي مع البزنس، مع اللي تيبيع المخدرات، كيفاش تيتعامل الدركي مع اللي تيتعامل المخدرات، كيفاش تيتعامل الناس ديال المؤسسات الامنيه مع الناس ديال المخدرات. انا ما تنقول شيء، دوك المخدرات القويه ودوك اللي تيديو الكاميونات وتيديو الكاميونات ديال الحشيش وداك الشيء، هذوك تيوليو مع العصابات، هما تيوليو مع العصابه، تيكون مع المخزن تيولي يتعامل مع هذوك، تيولي حتى هو عنصر من ديك العصابه. انا تنهضر على بعض البزناسه، بعض الناس اللي تيبيعوا الخمور في الاحياء وتيبيعوا المخدرات داخل الاحياء. والمخدرات اللي عشنا فيهم حنا فوقنا، الخمور هو الخمر الاحمر اللي كنا تعرفوا، والجيعه البيره اللي كانوا تيبيعوا، والمخدر اللي كنت نعرفوا هو الكيف، هو الحشيش. كناش نعرفوا حنايا، من بعد بدا القرقوبي، من بعد بدا هذا الهم الكحل اللي كاين دابا. خصكم تعرفوا بانه تنقول انا لما بويسكو عندنا الحانات لي بار كاينين تيبيعوا الشراب، لما تيتسدوا هاد لي بار في 12 الليل او في 3 الصباح حسب لي ديسكوتيك ولي بار المراقص والحانات، كاين بعض الناس يبقاو في حاله باغيين مازال يشربوا، ولكن لي بار تسدوا تيبغيو مازال يشربوا، او تيكون مقصرين شي جلسه وخصهم الشراب في الليل، او شي واحد ترشق عليه تيبغي يشرب في الليل. الوقت اللي ما تيبقاش الشراب يتباع لا في الحانات ولا في لي ديبو الشراب ولا داكشي. تيمشيو هاد الناس يقلبوا على الشراب عند شي وحدين تيبيعوا الخمور بدون رخصه، الخمور بدون رخصه اللي تنسميوهم القرابه، اللي تيسميوهم السكريه تيسميوهم قراب جهنم، اي دوك اللي تيبيعوا الشراب في ديورهم بدون رخصه. وهذا الشيء كما تنقولها وتنعاود نقولها في العالم اجمع، في العالم كله، اش نقول حنا في المغرب، في العالم كله. ولكن هاد الناس تيعاقب عليهم القانون حيت تيبيعوا الشراب بدون رخصه، وتيطلق عليهم القبض وتيتقدموا للمحكمه. وكل مدينه فيها 2 3 4، ما كاينش بزاف. الحمد لله اليوم قلالوا الواحد لحد تقريبا ما بقاو شيء، كما تنشوف انا في المدينه عندنا هنايا، في المدينه اللي عايش فيها انا ما بقاو شيء سولت ما بقاو شيء. حنا كيفاش كانوا عندنا موجودين في ذاك الوقت، فاش كنا انا كنت في السلطه القضائيه، كيفاش كانوا موجودين، كيفاش كنا تنتعاملوا مع هاد الناس هادو. هاد الناس كنا تعرفوا واحد كانوا بعدهم معروفين هاد القرابه هادو تيبيعوا الشراب في الليل، معروفين فلان 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 فلان، معروفين. ثانيا كانوا اللي تيبيعوا الكيف، وانا تنهضر على الكيف، تيبيعوا المسامم ديال الكيف، اي مسموم ديال الكيف. ما معنى مسموم ديال الكيف؟ انا خصني نوريكم كل شيء، تنبغي نوريكم كل شيء، تنبغي الناس يعرفوا كل شيء. الكيف تيبيعوه بهذه الطريقه هذه، اي تيشدوا الكيف واحد الربطه ديال الكيف بحال النعناع، تيخشوا هنا تيسدوا عليها، تتسمى هذه مسموم ديال الكيف. كانوا تيبيعوا الكيف في الديور او في البوادي او في البلارك، في الاحياء المهمشه وكذا، تيكون واحد تيبيع الكيف. حنا كنا السلطه القضائيه كيفاش تنتعاملوا معاهم؟ كل مره تنطيحوا واحد، كنا بعض المرات تنشدوا شي واحد عنده الشراب في الليل او شي واحد سكران، والسؤال اللي تنسولوه، وهذا السؤال اللي كان معتاد في المحاضر ديال الضابطه القضائيه وباقي، منين شريتي الشراب؟ كاين اللي تيقول لك انا شربت في البار، كاين اللي تيقول لك انا شريته من الديبو، كاين اللي تيقول انا شريته من عند قراب في الليل. ولكن لا هذا ولا ذاك، كما هو معروف وكهو مسطر في المسطره القضائيه، كنا تنجيبوا مول البار وتنصنتوا مول البار وتنقول مول البار هذا قال لك شرب الشراب عندك انت، وتنقدموا مول البار للمحكمه. وكنا تنجيبوا مول الديبو الشراب اللي تيبيع بالجمله، وتنجيبوا تنقول هذا شراب اللي عندك وتنقدموا للمحكمه. وكنا تنشدوا ذاك القراب اللي تيبيع الشراب، كنا تندخلوا عليه وتندوا الحيازه تندوا ليه الشراب كامل وتنقدموه للمحكمه. او الى هذا السيد هذا القراب ما تشد شيء تندوا عليه مذكر تبحث، وكاين اللي تتبقى عليه المذكره الاولى والثانيه والثالثه تيطيحوا تنجيبوه وتنقدموه كاع ديك لي روشيرش اللي كانوا عنده. فعلا هذا العمل هذا
فيما يخص القرابه اللي تيبيعوا الشراب بدون الرخصه في الليل تيتشدوا وتتقدموا المحكمه، كانت معقوله لان باغي يقلب على الشراب من بعد 12 الليل غير ناوي شي مصيبه. اما اللي بلي بالشراب ومشى للبار وشرب الشراب وخرج مع 6 العشيه ولا مع 8 حتى مع 10 ديال مشى بحالته للدار ماشي مشكل. ولكن المصيبه فين كنا تلقاوها، في كان الضرب والجرح، في كان القتل، في كان المصائب تيوقعوا، وما دوك اللي تيشريو عند القرابه لان تيشريو في واحد الوقت متاخر من الليل اللي 2 الليل و3 الصباح و4 الصباح، وعاد تيزيدوا فيه بالشرابات ومن تيشربوا تيشعلوا تيديروا اللي بغا. ثاني داك الشراب كنا تنعرفوا حنا هادوك كاين شي قرابه تيبيعوا الشراب كانوا خلطوه بالماحيه، يخلطوه بهذا يزيدوا فيه الكول ديال كذا، كانوا تيصنعوه شي وحدين كانوا تيصنعوه شي شراب قاتل كانوا تيصابوه تيعطيوه، وكنا حنا حاطين عليهم وكنا اللي تنشدوه تنقدموه. نعم اليوم وليت تنشوف بان المحكمه بقات تتسهل ماشي مع القرابه اللي تيبيعوا الشراب، ولكن مع مالين لي بار، لان واحد تيمشي تيقول لك انا شريت الشراب من هذا البار، والبار تتبيع الشراب ومرخص لها باش تبيع الشراب للناس. الا كان هذا السيد صرف في البار وخرج سكران من البار البلاصه اللي مرخصه وقال انا شريت من ديك البار، علاش حنا كل ساعه غنمشيو نجيبو داك مول البار؟ الا كنا غادي نمنعوا عليه صافي نحيدوا ليه الرخصه. ولا كل مره فين شربتي انت في البار؟ راه مول البار، تيمشي يخلص غرامه. فين شربتي انت في البار؟ راه مول البار. انا تنقول هذاك القراب اللي تيبيع الشراب اللي بدون رخصه لما يقولكش من عنده ديتي واخا، ولكن هذا راه مرخص، هذا الفندق اوتيل كاع اوتيل فيه بار، ويقول لك شربت في الاوتيل اللي فيه البار 5 ايطوال ولا 4 ايطوال، نمشيو حنا كل ساعه اجي يا سيدي انتم شربتوا هذا السيد، الاخر تيقول لا ما شربش عندنا، لا تيمشيو المحكمه تيقول لي شي قاضي اللي ما تيكونش تيجتهد شويه تيقول ليه ما واش انت ما عرفتش بانه ممنوع تبيع الخمر للمسلمين؟ لا هذا تخربيق، هذا تخربيق تبيع الخمر للمسلمين، تعطي الرخصه باش يتباع الخمر في لي بار وتتباع لي زوطيل بحال العالم كامل، وتقوم تسول واحد بعتي الخمر للمسلمين. هذاك القدوم اللي بعتي الخمر بدون رخصه هذا مرخص، ولكن تيكون واحد النوع ديال الحيف. انا ما نقبلش هذيك الفكره هذيك. رخصتوا الحانات ورخصتوا اللوطيلات ورخصتوا اليوم اللي شرب وخرج في الزنقه ودار شي مساله، لان السكر رخصنا نعاقبوا السيد على السكر العلني اي سكر وخرج في الشارع تيدير شي حاجه، كما كاين في واحد الفصل في الشرع كما تيقولوا بعض الناس في الشرع يمثل الخمر في العربده وتمثل العربده في المس بحريه الاخرين. يمثل الخمر في العربده خصني كان مسكران ماشي غير وصافي، لان كاين كنا تنخدموا حنا في البوليس وكنا بعد القضاة بعد النواب ديال السيد وكيل الملك اللي تنستشروا معاهم في قضايا ديك بحال هذه ديال الشراب وداك الشيء، تنقول السيد شدي له واحد السيد سكران تيقول لنا اجدار، معقوله شديتي سكران فيه الريحه في فمه كذا اجدار، لان السكر بوحدو راه جينا نشوفوا المعاقب عليه، ولكن السكر المقرون السكر اللي معاه يكون علني غادي في الزنقه تيديرها يقرب شي مراه يقرب شي دري يبقى يعاير يدير شي حاجه، هذا السكر اللي خصو يمشي عليه. اذا انا تنقول ماشي تندافع الناس ديال لي بار ديال هذا تنشوف غير القانون عنده رخصه، شي واحد سكر وخرج الا خرجوا برا كاين حتى في الامارات السياق اذا سكر ومشى مقاد ما يكلم واحد اذا خرج من الفندق ولا من وطي ولا من حانه ولا من كذا، ولكن اذا سكر هما عندهم في لي زوطيل الكبار ولا سكر وتحرك في الزنقه تيديو، ولكن ماشي تيقولوا ورجعوا للوطن نقول لا شاطي الشراب ولا كذا ولا كذا، وتقول انا مرخص اخويا انايا شنو انا باش نكون بعض النواب كانوا في المحكمه كانوا على درايه والناس قادين عندهم الشجاعه، تقول لسيدي واحد سكر تيبقى اش دار؟ تقول لي اشنو دار؟ ولا شمينا فيه الريحه اشنو دار يا صاحبي؟ حنا كنا هاد حنا نرجعوا دابا للموالين الكيف والبزنس هذيك كانوا تيبيعوا ديك الساعه في الدور بدون رخصه، كنا تقريبا تندير لهم النوبه، مرات تنضربوا فلان تندخلوه مشى للحبس، عاوتاني تندخلوا فلان تمشي فلان، وكل واحد كيما قلت لكم نوبته. كاين اللي عيال دخل وخرج من الحبس يا صاحبي يقول لك ما بقيتش نبيع انا كاع طحنتوني انايا. اليوم الحمد لله هاد البزنس الصغار ما تهضرش على مالكينات ولا عشيش، تهضر على مال الشراب. هاد القرابه الشراب كثار ولا موجود في كل بلاصه، هاد القرابه مابقاوش خدامين. كاين شي وحدين تيبيعوا الماحيه تيصوبوها بالخبيره وتيبيعوها لدوك الناس تيشربوا الماحيه، تيبيعوا المرابعه السيترو وكذا، دير شي براكه في شي قنت ولا شي هذا مخبي، تيجيو يدوه للبوليس
هذوك موالين الماحيه تيبيعوا، هذوك الناس تيشريو الماحيه، دوك الناس تيشريو الماحيه راكم تتعرفوهم، هما دوك اللي تلقاهم شي جرده تيجلسوا في الجرده ديالك تشوفهم عينا وا ما كاين اللي يديهم، لا بوليس يديهم ولا ناس يخافوا منهم ولا مساكن الله يحسن العوان، ما تيديروا والو، تيدرزوا بعضياتهم هذوك الناس، تيدرزوا بعضياتهم، تلقاو راه تيشربوا، وحتى شي واحد فيهم بغى ينوض بغى ينوض تلقاه تينوض وتيطيح 3 مرات تيعاود ينوض والاخر يقول لي هذا صاحبي هذا صاحبي ماك سكتي ولا ما سكتش، انا اسمح لي ما سكتش ونوض صاحبي، ولا تلقاه تينوض تيعاود يطيح عليهم مانيتو، راك تنشوفوهم بعض المرات. واحد النهار تخبيت لوحدي حدا المارشي سونطرال في الليل، اش قلت لي انا بعض المرات ما تيكون عندي شغل تنبغي نخرق، تخبيت لوحدي كاين واحد الشجره كبيره وما جالسين حداها شي 5 ولا تخبيت لهم من اللور، وجيت حدا الشجره بغيت نسمع هذيك الهضره تيهضروا بعضياتهم، وكانوا كان الليل وصلوا لذاك الحد ديال الماحيه ديك، شربوا ديك الماحيه ديال الخميره، الله يستمسك بيا تقتلهم هي اللي تتعميهم، الله يحسن عوالهم الله يعفو عليهم، وبديت كنصنت لهم شنو تيقولوا، وهما شي 5 وناس لهم واحد 2 كلاب، وسبحان الله الكلاب الضاله تشوفهم تيمشيو مع هذوك موالين الانكول تابعين موالين الماحيه، ما كيفاش تتعرفوا معاهم، تيولوا جالسوا حداهم وداك الشيء، والاخر حتى هو هذاك الكلب يلاه تبعو شي يومين تيبقى يدور معاه بشي ميكله وتيبقى يهضر عليه، لويزا جينا بلاك جينا، ربيت هذا ربيتو دابا راه ما ياكل غير من يديا، وداك الكلب تا هو موسخ تا هو شبك هذاك الكلب تابع من اللور، زينه صافي ما تنبحيش، قلت لها ما تنبحش، وهذا الكلب اللي قلت لي اجي تيجي، وكنت انا مخبي ورا ديك الشجره وتنصنت لهم ساكن وخدامين تيهضروا، ووصل بهم السكر الحد ديالو، والله واحد الهضره كما قلت لكم واحد النهار والله هما ما عرفنا كل واحد فيهم تيكب تيقول الاخر يشي نتاع نخرج ولا سكتنا نهضر معاك، واحد سكيت هو كل مره تيقول مينا صدقه لا يا صاحبي نهضر معاك صاحبي، هكا مساكن كاسين الليل كله وما هضر ولا شي موضوع عندهم، لسانهم ثقال، كاين اللي تتقعد يطيحهم تيتقعد غير بززهم تيتقعد تيقول لهم يجي شغل كنجع يشوف فيا الله تشوفهم مساكن بزاف، حقيقه هذوك الناس خصهم يجمعوهم، خصهم يديهم شي بلاصه، خصهم يداويوهم، خصهم ياكلوهم، خصهم يشربوهم، خصهم يحيدوا لهم داكشي، ولكن ما يمكنش حيت هذوك كاين حتى في ملي كنشتهم انا حتى هما بحال هكا سكايريه بحالين جالسين، هذوك البلاكه ديال الطوبيس، دوك الناس ديال الطوبيس جالسين تيشربوا خدامين تيهضروا بامريكانيه، قلت هذوك بحال ديالنا هذوك كيف هذوك ما عرفنا تيشربوا، هذوك ما عرفنا عندنا راه عارفين اش تيشربوا. على اين قلت لك هذوك اللي باقيين الان تنشوفوهم بعد المدن تيبيعوا الماحيه وداك الشيء، اما الناس تيبيعوا دوك الا كاين في البوادي اللي تيبيعوا داك الخمر غير مرخص، يبيعوا الروج تيبيعوا شي في البوادي، باقيين في البوادي هنا وهنا مفرقين. واحد الوقت راه كانوا في المدينه كل مدينه فيها 10 12 واحد تيبيعوا رسميين تيبيعوا. على اين الموضوع اللي بغينا ندخلوا ليه ديال الجريمه ديالنا اليوم عندها علاقه بهذا الشيء هذا. واحد السيد كان فلاح وكان لاباس عليه، كان صحيح، كان فايت دخل الحبس 2 مرات ولا 3 على الضرب والجرح، عرف شنو هو الحبس، كان بلي تيشرب الشراب وتيكمل كيف الوقت اللي كان الكيف هو اللي منتشر بزاف. رشق لهذا السيد هذا عجباتو صحته وعجبو فلوسو، ولا تيتاجر في المخدرات، اي تيبيع الكيف ولا تيبيع الكيف في العروبيه. عنده واحد الدار في العروبيه كبيره، عنده فيها الكوري ديال الغنام وديال البقار وداكشي، عنده الدجاج، عنده كل شيء، عنده امو، عنده اختو تزوجت بشحال حالاتها بقى مع امو، بقات مع امو. هو كان تيقول انا ما نتزوج حتى شي وحده اللي غتكرش ليا على الوالده، ما بغاش يتزوج، ولكن كان عنده علاقات خارجه عن الصفوف كما تيقولوا، علاقه مع هادي ما تمو، مشى تزوج حيت هو لاباس عليه، عنده الفلاحه وعنده داكشي وعنده تيبيع الكيف، عنده داك المحل كبير وعنده البهيم، وهو عنده واحد الصحه كانت نافعه هذيك الصحه ديالو،
والغريب في الامر هاد البزنس ديال هاد القرابه وهادو تيبيعوا الشراب في العروبيه داكشي تيكونوا عنده شويه ديال تيكونوا صحاح بعدا تيكون صحيح اي قابل للعراك والمدابزه والدفاع عن النفس وداك التخربيق، وتيكون حباس مدوز بحال هذا كان فيه كل شيء. تزوج واحد البنت من ذاك الدور ديالو باها لاباس عليه، باها لاباس عليه، باها لاباس عليه، باها تيعرف عليه فلاح، راجل مزيان تيفلح، راجل بدراعو، باها تيعرف بانه كما قال لي واحد السيد من ذاك الدور قال لك راه كان با عارف وتيخربق في الكيف، واخا ان دارو كانت جات معزوله، المحل ديالو المحطه ديالو كما تيقول العروبيه كانت جات معزوله شويه، معزوله شي كريتوس داكشي، هو ساكن تما عنده كل شيء ديالو. وهذاك حين زوجو بنته، وجات البنت عند داك السيد تزوج بها ولات مراته وبغاها لانها كانت بنت كما تيقولوا الناس، كانت جميله وكانت حسنه وكانت من عائله مزيانه، تزوج بها هذاك، تزوج بها وكانت عنده واحد بيكو تيخدم بها الفلاحه، وكانت عنده واحد الطوموبيل هي اللي تيستعملها باش يهز الكيف يجيبو من شي بلاصه من هنا لهنا ويجيب الشراب، كان تيبيع الكيف والشراب. وكان عنده واحد المخزن كبير، مكازان كبير مصوبه، هو كراج كبير دير فيه العلف البهايم، دير فيه التبن، ولكن تما كان دير الشراب وكان دير الكيف. السكنه ديالو تتجيب من هنا المدخل الرئيسي، وعنده واحد المدخل من اللور، المدخل من اللور تيشوف في الكواره وتيشوف داك الشيء. هذاك اللي كانوا تيبيعوا يشري معاهم تيجيبوا ليه الكيف، كان بعض المرات يمشي هو يجيبو، بعض المرات تيجيبوا ليه دوك الجماله ديال الكيف تيجيبوه ليه. وكان تيجيو عنده اللي تيشريو من عنده تيجيو من الجهه ديال اللور تيبيع ويشري. ما كتيقولش المراه ديالو اشنو وقع لها، ما اشنو وقع ليه، ما تيقولش لها شنو عنده تما، ما تيقولش راه تيبيع ويشري في الكيف، حتى تسمع بعض المرات شي واحد تعيط وادريس وادريس، تقول له انا جاي، تقول المراه شنو بغا هذا، شي هضره عندي معاه وداك الشيء، ما بغاش يقول لها. ولكن المراه دارت واحد 5 شهور وهي تعقلي، قالت لي انت اش تبيع؟ قال لها تنبيع الكيف. قالت له وياك عندنا الزرع ديالنا وعندنا هذا وهذا، قال لي ها هو تنبيع الكيف بها باش ندير لك الدب، غنديرو بالفلاحه، مره الماء كاين مره الجفاف، باش غندير لك البهايم، باش غندير غنبيع الكيف انا ونقاد براسي انا راجل. المراه ما لقات ما دير، ما لقات ما تقول، وخا قالتها لباها وتيقولها باها في واحد اللحظه، تقول انا بنتي ما كانتش عارفه، من بعد بنتي عرفات، من بعد بنتي سولاتو، من بعد قال بنتي انا راني مبرعك بالدب وبدا غير بهذا الشيء هذا، سدي فمك وبنتها قالتها لي وقلت لها دبر راسك راجلك هذاك. البنت سكتات، هو استمر في ذاك الشيء هذاك حتى لواحد المره. واحد المره قال لي ها انا راه الدنيا من ناحيه الجدرميه راه الدنيا هانيه، لا ما تخافي عليا لان تما عندهم الدرك الملكي. قال راه انا تنتهلا فيهم، ما تخافيش. شتي فلان اللي تيجي عندي انا واحد خينا تيجي عنده، هذاك خينا كان مقدم وجراو عليه، كان مقدم وجراو عليه. قال لها شتي داك اللي هو باقي تيسمعوا المقدم، قال لها شتي داك المقدم؟ قالت لي ايه. قال لي هو اللي تيجي يدي من عندي باش تندور معاهم، هو اللي تنخدمو انا، تنعطي الجدرميه، تنعطي للشيوخ، تنعطي للقايد، تنعطي قال سحابيني انايا ما تنفرش كما تيقولوا هما، انا مفرش انايا، راه ما عندي اللي يجي يشدني واللي يجي يديني. السيده تقت به ولات تشوف داكشي عادي، وبان الرجال قاد وداك الكيف اللي تيبيع وقاد داك الشراب اللي تيبيع. ضربت معاه واحد العام، واحد النهار جاو عنده الدرك الملكي، جاو عنده دخلوا عنده للدار على غفله، لا بريكاد كامله. مشى عنده قال لهم بون انا غنمشي معكم. مشى عند المراه قال لها واحد الكلمه اللي هي مشهوره عليه ومعروفه عليه، قال لها راه غادي نغسل عظامي، غادي نغسل عظامي. لكن حتى في واحد المحضر قال لها غادي نغسل عظامي. قالت لي شنو غادي تغسل عظامك؟ فين غادي مع الجدرميه؟ قال لها ديما هذه عرفنا حنا البزناسه، مرات يديونا نغسلوا عظامنا. دخلوا الجدرميه هزوه، تقول له وياك تعطيهم، قلتي لي بلا صافي هاد الهضره ما عندنا ما ندير بها، الصلاه على النبي. هزوه الجدرميه، هزوا ديك السلعه اللي عنده داوه، قدموا العداله. اما وصل الى علمهم انه تيبيع اما شي تعليمات وكيل الملك، اما شي شيكه من شي طرف، اما شي واحد شد حتى البوسه الشراب ولا كيف قال لهم خديتو من عند فلان، ما عندهم ما يديروا ليه. الدواء هذاك اللي تيقول المقدم اللي كان تيعطي للجدرميه تيدور معهم، واش هو كان تيدور معهم صح؟ ماشي عشنا فيه حنايا، ولا كان تيكذب تيقول له راه صافي راه قالوا لي الدري يكون هاني وراه تيخشيها في جيبو.
وياما ناس كانت يلعبوا هذه اللعبه هذا اللي هو لعب خطير، اللي دوك السماسره الكذابين، والسماسره كلهم كذابين، كلهم ماشي معقول، لا اللي كذاب لا اللي عنده الصح، كلشي ممنوع، كلشي ما خصوش يكون. راه كاين اللي تيقول لك انا عندي علاقه بالمحكمه وانا عندي القضاة في يدي وتنطلع ونهبط، هو غير خرباق. تيدخل المحكمه من هنا يخرج من هنا، ولا يدخل يسلم على شي واحد ويخرج، وتيمشي عند الناس يقول لهم كونوا هاني انا وقفت معاهم انا درت انا غنطلع. البارح كنت مع واحد السيد تيعاود لي على واحد خينا انا كنت نعرفو ولكن ما كنتش عارف عليه هذا الشيء هذا. تيعاود عليه قال لي واحد تعرف فلان؟ انا واحد الاسم عطاني قلت له تنعرفو، كان مع الكره وكان مع، قال لي ولد الحرام. قلت له علاش؟ قال لي راه كلاني وكلا واحد مجموعه ديال عباد الله. قلت له فاش كلاك؟ وقال لي هو كان عنده علاقه مع الناس ديال العمران وكان تيخرج بقيعات من تما، دوك موالي العمران تيدبروا لها بقايع هو تيبيعهم لهم. وقال لي انا عطيته 8 المليون، كاين اللي عطاه 10، كاين اللي عطاه 12، كاين اللي عطاه 19، كاين اللي عطاه 20. وواحد المراه قال لي عطاته 30 باش تيجي بقايع، قال لي في الاخر رب كلشي زاد في حالته. قلت له هذا ما كان لا كان غير تهم العمران، كان تهم العمران. قال لي ولا العمران تيعطيه والبقايع عطاه لشي ناس. وقت كان تعطيو البقايع، ديك البقايع كنشروهم وعاودوا فيهم البيع، خا هما موظفين تما خداوهم بقى مزيانين عاودوا فيهم. قال لك شوف لمن دير هذا الشيء هذا عاود بيعو ودير كوميسيون ديالك. وبحال هكا كاين بزاف الناس، كاين بزاف السماسره اللي تيدوروا تيكذبوا على عباد الله، مشيو قدام باب المحكمه وتيبقاو يتخونوا على الناس. راه كاين واحد القاضي صديق، راه كاين استاذ جد معاه، راه كاين واحد وكيل الملك بغا، هما سماسره. شحال من مره تعيط لنا النيابه العامه تقريبا تنشدوا شي وحده وسط المحكمه، هي لا ترجع ندير معاك ردوا بالكم هذه القضيه، ردوا بالكم هذاك اللي تيقول نصيفطكم لك الخارج، راه الفيزا غنجيبها لك كذا راه كذوب، ردوا بالكم هذوك البنات اللي تقول غنمشي معاك انا راني الفلوس بعدا باش نقاد لك ديكلاسيون ديك معايا لتركيا، ودابا راه كاين السيد اللي بغى يدير السيد اللي كذا كذا. ردوا بالكم راه السماسره ما تيقضيو والو، تيديو فلوس الناس وتيكذبوا على الناس. وردوا بالكم هذا الشيء، والقضيه اللي فيها السمسار ما عندك ما دير بها، حتى السمسار كاع ديال الدور، السمسار الدور بغيت تشري شي دار وشي ارض، كلشي سمسار معقول، كلشي سمسار عنده مكتب وعنده سكرتاريه ومكلف وعنده مسؤوليه. هذا المقدم كان تيقول ليه انا غندير الدرك الملكي، هو كان تيدير ما كانش تيدي، وهو كان تيدير الدرك الملكي ما غيجوش الدرك الملكي كل راه يداو خاوي، يجيو يديو خاوي حقا يلاه معنا حقا هذيك الروشاش ما يديوش عامر، ولكن هو في المسطره داو عامر، داو الكيف داو الشراب داو كلشي. الدرك الملكي ديالو ديال القريه فين ساكن هو، ماشي جاو من جهه اخرى. مشى للحبس وتحكم بعامين، ومرتو بقات تزورو، قال لمرتو خصك تكملي على الخدمه اللي كنت فيها كملي عليها. شنو غندير؟ قال لي كاين السيد اللي غيجيبك الكيف وغيجيبك الشراب، هو اللي كان تيجيب ليا وبيع على راسك، ما كانش تيقرب لك. وداك المخدم قال لك عطيني شي حاجه عطيها ليه، راه ولا تيوصل عاوتاني الجدارميه وتيوصل القايد وتيوصل الشيخ وتيوصل كاع اللي تما حاكمين. ولكن الجدارميه داوك هما اللي داوك الحبس، ماشي شغلك صافي عطيهم، راه هذا هو اللعب، بعدنا ما نديرو مره علينا مره عليهم. السيد راه غيجي عندك. كان ديك الساعه الزيارات كما كان في السجن، كانت الزيارات المباشره، انه المسجون تيجلس يتحدث كما بغى ويهضر كما بغى. حتى دابا كاين هذا الشيء، ولكن الحمد لله دابا ما بقاش اي واحد يجي عند المسجون، خصو يجي شي واحد من عائلته، خصو يجي مو ولا باه ولا خوه، ما بقاش الزياره ديال البراني عند السجين، يقول شي واحد يلاه نمشيو نزورو، كاع ما تصدر حتى ما كنتش مع عائلته، المقربين هما اللي تيزوروا. وهذا الشيء داروا المدير ديال اداره السجون السي تامك اللي تنحيي من هذا المنبر، فكره مزيانه هذه هي، والقفه تحيد القفه، تحيد ديك الزياره ديال البراني. ديك الساعه كان وقت الزياره كان تيمشي مع عطاها التعليمات، من بعد لاقاها مع السيد عندهم، السيد اللي غيبقى يدفع ليها، جات هو في زياره وتلاقاو بجوج، هضر معاه قال لي يدفع ليها السلعه، وتحاسب معاه كيما كنت تحاسب معايا وردني هانيه. كلف شي واحد من الدوار تما صاحبو قال لي باش يحميها الا كانت شي حاجه ولا شي كذا وكذا، من شي واحد اللي غيجيو يديو يهرفوا عليها كما تنقولوا، ويديو ليها الكيف فابور ويديو لها مثلا شراب فابور. والسيده بدات في هذا العمل، بدا تيجي عند هذاك السيد اللي تيفورني عليها، اللي تيفورني ليها الشراب والكيف، وبقى تيجيب لها الكيف والشراب. واحد البنت بنت عائله، واحد البنت من دارهم خاصهم تاخير، واحد البنت زوينه وجميله، واحد البنت تزوجت على اساس غتبني اسره وغادي يكون عندها وليدات، وغتكون بنت فلاحه وعامله فلاحيه مع راجلها، مقابله بهيماتها، مقابله كذا كذا، حتى ولات هاي مع حتى البهيم الحمد لله ما كانتش والده ما ولدتش معاه، ما حيدتها لراسها، ما حيدتها لدارهم، ما حيدتها الكيف اللي تما، ما حيدتها داك الدقان ديال الليل والنهار.
في الليل تيجيو الناس فلانه هاكي فلانه هاكي فلانه هاكي. وانا هنا تنعرف واحد خينا كان بزناس الله يرحمه والله يرحم مراته كما كان الحال، شديناه هو ديناه الحبس تبقى مراته مراته غليظه، تنشدو مراته تبقى بنته تبيع، تنشدو بنته تيولي ولدو يبيع، تشدو تيخرجوا من الحبس يولي يبيع، عندهم سلسله في الدار، تنشدو هذا تبقى مراته، تنشدو المراه الى رجلها باقي ما خرجش من الحبس تبقى بنته تبيع، تنشدو الولد تيخرج هو من الحبس، سلسله هذه. دابا هادشي اللي بغا يدير هو، من يكون في الحبس تكون المراه، من يكون مشدود المراه تبيع. وهنا غنضرب لكم واحد الخرجه. كان عندنا واحد تيبيع شراب بزنس مكرب من هذا النوع، كان تيبيع شراب. واحد المره مشى للبلاد وبقات مرتو تتبيع، حنا صرنا الاخبار قلنا هو راه سافر مرتو تتبيع، خصنا ندخلوا على المراه. دينا معنا واحد السيده ماشي بوليسيه غير من الشركه تتعاوننا، واحد البنت واحد الشميكيره ديناها معنا، وهي تدق عليها في الليل وهي تقول لها وحنا مخبيين، قالت لها ما بقاش زعما هي اي واحد دق بغى الشراب وما بقاش. الاخرى قالت لها لا انا فلانه، قالت لها شكون؟ قالت لها عيشه هاك اختي شدي عليا هذيك هاك الله يرحم والديك. قالت لها شنو نشد عليك؟ قالت لها غير صيفطها لك انا عيشه بنت نسيبت الضاويه شي وحده معنا في الحومه. الاخرى قالت لها بسم الله وحنا تنصنتو، حلت الباب حنا دخلنا عليها شديناها ديناها دخلنا عليها زينا عليها الشراب زين داكشي ديناها لابيجي. الراجل كان ذاك النهار جا ما عرفت بس الاخبار وحنا كنا عارفين اللي مسافر، هو يجي هز الجلابه ويدخل عندنا لابيجي قال لنا السلام عليكم السلام، قال لها مالك علاش حل الباب؟ قالت لي قالت لي وحده انا سميتي عيشه، قال لها ما تعرفوا لا تبيعوا ولا تشريوا عيشه صافي خويا طلقوا المراه انا هو شوف التعاون كيفاش كان، انا راكم عارفين انا تنبيع الشرب هذه مرتي وليت داكشي درنا معاه الله حيت مع معرفه كليان هز يلاه خسير انت بحالك جالس انت الراجل كيف ما حصلت المراه الراجل تباع النهايه كانت مرخوفه بكري. على اي هاد السيده كما قلت لكم متعائله مراه واعيه مراه ولات تتبيع حتى هي، ولا على الدقان في الليل ولا دير الكيشيه. شنو هي الكيشيه؟ هي اللي تيديروا بزناسه تيجيو الباب تيكون باب بلاندي ديال الحديد تيحلوا واحد الشرجم ومنه تيبيعوا الفلوس هاك كيف الفلوس هاك كيف الفلوس هاك الشراب غير من داك الشرجم. كاين شي وحدين باقيين ديالنا ولكن قليل وداك الشيء قليل بزاف ما بقاش داك الشيء. على ايين السيده ولا تيجي عندها المقدم باقي جان ولا تيجي عندها تيقول لها اري اللقيط ما تفكر فيه شحال هذيك سول فيك ديه وخرج الحبس. تيجي عندها اري الشيخ راه هضر معايا قال لي ضرب عند هذيك اري المخزن فلان راه كان غيجي عندك ما بغاش يجي عندك لا اري الجدارميه بغاو كلو كذا اري يعطيها الامور غدا وهي تتبيع. الرجل راه مضروب عامين. واحد النهار في الليل جات عند الجدارميه هزا واحد الجنويه في يديها ودخلات وهي عامره بالدم. دخلت عندهم قالت لهم انا جيت عندكم انا قتلت المقدم. شكون المقدم؟ اللي تيتسخر لكم. كيفاش تيتسخر لينا؟ اللي تيجيب لكم فلوس اللي تنصيفط لكم كنتصيفط لكم راجلي. هنا مقدم هذا المقدم داك اللي كان تيجيب لكم مقدم تيجيب لنا. شنو عندك دابا انت بالضبط؟ انا قتلته. ها الجنويه خداو لها الجنويه من يديها ناضوا الجدرميه ديك الليل ركبوا معاها مشاو تيلقاو المقدم في بيت الناس حيد حوايجو فيه شي 20 ضربه. البنت كانت صحيحه المقدم واخا كان باقي جون كان ضعيف قتلاتو. لقاو جثة هامدة كل الميت الدنيا عمرها الميت. في المحضر تيقولوا بان جات حفيانه ولابسه غير واحد الكسوه خفيفه ديال النعاس وجات كل هاد الميت. بنت كما قال لي واحد الاخ اللي طالع على هاد القضيه وعرفها قال لي يا اخي خلاص راك تشوف الافلام ديال الرعب تتكون شي بنت زوينه بحال ليكزورسيست ولا داك الافلام اللي دازو ومن تتكون تدير الجرائم تيبينوا تتولي الجمال ديالها تولي خلع تتولي خايبه تتولي خلع ماشي تولي خايبه تتولي تخلع بداك الجمال ديالها. واحد الدري تيعاود في هولندا مشى ضيف في هولندا وصحابو بغا يضحكوا معاه داو للسينما شافوا واحد فيلم ديال الخلعه ديال الخوف ديال شي بنت مسكونه وداك الشيء وهذا
وجابوه في الليل ونعسوه. هو وسط الليل هو ناس وحده في واحد البيت، جابوا واحد الهولنديه هي من صديقه ديالهم، ووقفوها لبسوها البيض ووقفوها وداروا لها واحد البيت ديال الضو هكا على وجهها وعينيها زرقين. السيد نغزو فاق تيشوف هذيك السيده واقفه وهذا هو يبقى يغوت وضرب الباب وهرب. ها هي الجمال ديالها. ولكن الجمال لما تكون شي وحده جميله بزاف، ولكن الى شعلتي الضوء ولقيتها واقفه لك حدا الفراش ديال هكا لابسه شي حاجه غتشد ديك الخلعه، راه غتدخل عليك الجمال، تيولي يقول لك هذه عندها علاقه بالجنون ولا عندها علاقه بالتخربيق ولا شي حاجه ولا هذه. هاد السيده قال لي قتلته ولات في عينينا، قالت تنشوف فيها الخطر، تنشوف داك الوجه اللي كان زوين وكذا وكذا، تنشوف فيها بانه عمرها دمك بحال كلاتو بحال وحش ولات. داو الجدرانيه نوضوا الصباح ذاك الليل، داروا المعاينه، هزوا الجثه، مشاو عندها تيصنتوا عليها. اش قالت لهم من نهار اللي خلاه راجلي هو تيحسي لي الهضره، من نهار اللي خلاه راجلي والراجل تقريبا هو اللي خدام عليه، لانه ما عنده لا خدمه لا خدمه، عايش بداك الشيء اللي تنعطيوه، وهو تيجي عند راجلي وتيقول لها راه الجدرانيه راه كذا راه كذا، واش تيعطيكم ولا ما تعطيكمش الله اعلم، وهادشي ما تيهمنيش. جا عندي اليوم في الليل، وجا عندي لقى السلعه يلاه جاتني، يلاه جابها مول الطوموبيل، هو ما تيجي مول الطوموبيل تيعلم تيكون واقف معنا، وجا عندي وقال لي حل عليا وطليت عليه، حيت انا ما تنحلش عليه، تنهضر معاه في الليل غير من داك الكيسيه. قال لي هز واحد الكارطونه في يدو، هز واحد الكارطونه في يدو، قال لي هذه رصيفطها واحد السيد ما فيها شي شراب غادي ندخليه لداخل. حلات ليه الباب، قالت لهم دخل لداخل، ودخل ومشى ديريكتومون البيت النعاس، وعارف داري وحطها وانا وراه تنشوف فيه. وقال لها وجبد ديك الجنويه، قال لها شوفي نقول لك حاجه وحده، انا تنبغيك وانا عييت من نفسك ما بغيتيش، اما واما نقتلك. تقول قالت لي انا بلا ما تقتلني بلا ما ندير حتى شي حاجه، انا اللي بغيت نديرها معك، ما تقتلنيش ما تمسنيش. قال لها وانا عييت وانا تنبغيك وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا هادي وانا. قالت لي صافي. قالت لي مثبتو وبقيت معاه وتنسير معاه، وحيدت حوايجي وبقيت بهذاك الكوميزو اللي لابسه، وقلت لي حيد حوايجك وحط ديك الجنويه وخطفت الجنويه واتاكيتو وشديت الجنويه وبديت تنضربو في المكان. وكانت بنت تعرف بان بنت واخا هي بنت عائله مع الباديه مع ثمنه مع داكشي اللي ولات تعرف ديك الهضره ديال دوك المساخيط وتتعامل مع دوك المساخيط، ودخلها راجلها فهاد الحريره اللي دارتها هو، ولات ما عندها واحد شويه ديال كيما نقولوا ديال التصرقيات وديال العفريت وديال تاع حراميات ولات فيها. وجمت عليه وبقات عليه تنعساتو، بقات تضربو. تيقول في ان في اللحظه المعينه 32 ضربه، منهم 7 ضربات قاتله، اي ما حنتش عليه، ومشات بدمها ومشات موسى وغدا هزها ومشات عند الدرك. لما جاو الدرك لقاو باقي عندها الكيف، باقي عندها الشراب، ما حيدت حتى حاجه، وقدموها بداك الشيء هذاك، قدموها وتابت بانه هجم عليها، وتابت بانه حاول وتابت ولكن ما عندوش الدفاع الشرعي، لان العلاقه اللي كانت بيناتهم ديال داك المخدرات وداك الشراب وداك الشيء، العمل اللي كانت تدير، الحاله اللي كانت عليها كيفاش قتلته، رغم كل شيء حنوا منها وعطاو 10 سنين ديال الحبس. والسيد مات. اليوم هضرت معكم على هذه القصه هذه باش تكون عبره، باش عرفتكم على القرابه، على مالين الشراب اللي تيبيعوا الشراب بدون رخصه، اللي تيبيعوه هاد الناس ديال الشراب بدون رخصه. حنا بغض النظر على مالين الكيف، حنا الكيف هاجمناه وحيدناه وغنقنوه وغنديروا ليه، كون غير زرنا بهذا التقنين، ديال الكيف، وخرجنا قانون ديال الكيف، وكون غير درناه بحال اوروغواي، كون درناه في الكارو بلا طابه، غيكون احسن. دوك كينات ديال النعاس وكينات ديال باش يجي واحد لو ستريس وداك الشيء يكون احسن ان فيه شفاء. كون غير خلينا الكيف في السبسي، كون كاع ما تدخل عندنا الحشيش، كون غير خلينا الكيف اللي كنا تنهاجمو تنحيدو قربنا نقضيو عليه، كون ما تدخلش لنا هاد المخدرات القويه، هاد المخدرات البيضاء، هاد المخدرات اللي خرجت على ولادنا دابا. وكان الناس كيما كيف 70 عام و80 عام و90 عام وما اثرش عليهم،
دول لقاو فيه الدواء وخدموه للدواء، دول لقاو ولا تيديروه كينات، دول خدموه كارو خدمته لورغواي، حيدت كاع الكارو خلات هو وصدق كاع دوك الدول المجاوره لورغواي ولا تيكميو بغاو الناس. ما عندنا ما نديرو، ماشي غنقولوا نحيدوا كلشي لا نمحيوه، حنا اللي ما درناش. التقنين الكيف ماشي تقنين الكيف، الحزب ما بغاش، هادو داروا بقينا واقفين مفرانين. كنا نكونوا دابا خدامين في هذه المعامل، خدامين قالوا راه بداو راه خدام هذا، لا خصو يكون بصفه رسميه، الناس يزرعوا الكيف ويخرجوا الكيف ويتعطى لوبيتال ويتعطى الادويه ويتعطى كذا ويتعطى يدنوا الكارو، ونبداو في هذه المشاريع هادو، نبداو فيهم علانيه. وديك الساعه بقيناش بقى لينا ندوزوا لهذا الجي، ندوزوا لهاد المخدرات البيضاء القويه وندوزوا لهاد الكينات وندوزوا بواحد لاطاك لهاد الجي هذا، نحيدوهم لان هذوك تيدخلوا علينا من برا، تيدخلوا نشدوا حدودنا ما يدخلوش. الشباب اللي كان تيكمل كيف ما يخرجش فيه هاد اللعيب اللي خرج بهادو، هاد المويه الغبره هاد المساخيط وهاد المويه الخرقوبي اللي ما تسمع غير الروح والجناوه وكذا وكذا وكذا. وريني شي واحد كان تيكمل كيف هو الجنويه، تيكمل كيف هاز موش في الزنقه قد الماء القرقوبي، ولكن مسكين كان تيكمي وجالس في الدرب تلقى حد تيكاس قهوه بحال هكا وشاد السبسيو، يعني ما تيتحرك ما والو. خويا مصطفى الله يحفظك اخويا، الله يبارك فيك، الدرب كله تيسلم عليه. امي الحاجه كيدير شويه رجيله كي بقات شويه رجيله، والله يشافيك امي الحاجه، وتيبداو من السبع ساعه يعني فين عمرهم داروا العيب مساكن الموالي الكيفين. واحد النهار عاودت لكم، واحد النهار عاودنا لكم، حنا قربنا نكملوا هذه الحلقه هذه، مشينا نجيبوا واحد خينا تيبيع الكيف، كان في واحد العربيه، كان في واحد كريتوس وداك الشيء، ومشينا غادي نجيبوه، وحنا تلفنا المحل ديالو لان دوك الدوار مفرق واحد هنا واحد هنا، لقينا واحد الراجل ديال البيكالا، حنا 4 وكان 4000 بلو جينز ما باينينش بوليس، واحد الراجل قادم كان الرمل وداك كريتوس ودافع البيكالا، حنا نسولو قلنا ليه شريف فين غادي؟ غادي لذاك الدوار، قلنا ليه ساكن تما؟ قلنا ليه ايه، قلنا انت تعرف واحد خنا تيبيع الكيف تما سميتو فلان، قال لنا ولا نتوما اش تديروا؟ انا اش بغيتو؟ قلنا له بغينا الكيف، حنا خدامين في واحد الشركه ديال العود، هنا كانت واحد الشركه تما تدرس العود داكشي، اش نعرف الطريق، قلنا له تنخدموا في واحد الشركه كاين، قلنا له تقطعناها وكذا وبغينا كبار، لا كاين، هو يدور فيا انا ويقول لي هذوك الدراري كانوا صغار مني شويه، ويقول لي وانت هو مول كيف الله يبارك فيك، انت هو اللي تكمل كيف؟ قلت ليه حتى نكمل كيف، قال لي مازال هاد الدراري تكمل حشيش نتوما، قال لا انت بعض ما تكمل كيف، ولكن انا بلي بالكيف تندوق فيه، ويقول لي وبلاتي قال لي وبلاتي نعطيك بلاتك بلاتي لي مقطوعه ولد عمي، وجا واحد الشجره وقف بيكا واجبد الكيف بقى تيعطيني، وانا بديت عرفتي ما لقيت كاين ندير، نقول ليه بوليس، بديت تنكمي وتندور راسي ايوا تنقول ليه مسوش شويه، تيقول لي لا انا في الطابه قادت طابه ناقصه شويه زعما هذيك كيف ديك، وعطاني تبقاو غادي عاوتاني تيوقف مع هذاك الدور بعيد تيبقى يعطيني، مره تعطي دوك الدراري، وعطاني شي 4 ديال السقوفه وكميتهم، وعرفتي وقلبي دخلت لي بحال كنت غنقول ليه اخو راه حنا بوليس كنت غنقول ليه بقينا غاديين معاه، وشد مسكين واحد شويه درك قال لي وهاك باش تلقى الطريق راه هو مول كيف، ومشينا دخلنا لذاك مول كيف وشدينا وديك الكوينه، والوقت اللي خارجين بداك مول كيف وعندنا الطوموبيل وجاو الطوموبيل داكشي كنا غاديين به، وداك مول بيكالا كيبقى تيدير فينا واحد الراس حتى الراس وبقى غادي يدافع، قلت له شريف والله يعاون، عرفتي ما جاوبنيش، ما بغيتش نقول له الله يرحم والديك يعاقبك، الله يعاون ما جاوبنيش، دابا غيقول والله حرام هاد البوليس هادو حراميين، وتبوقت انا والله العظيم بوقت. هو واحد النهار كان تخربق لي النعاس، ما بقيتش عندي واحد النعاس مقلوب، نفيق في 2 الليل، نفيق في 3، نفيق الدين نعاس، وليت نقلب على الصباح، ومشيت عند واحد الطبيب، وكان داك الطبيب الله يرحمه كان في الرباط، كان بروفيسور كان على اوتور، قلت له هاد النعاس خربق لي، قال لي ما نعطيك لا كينه لا والو، تعرف شي واحد تيكمل كيف؟ قلت له ايه، قال لك كاين ما مزيانش لك، سير قال لي عمرك شي قارود الكيف، وكمي واحد اليومين غير ديك النعاس، قال عندنا واحد عساس تعرفوا تيكمل كيف، عطيت واحد شي 50 درهم، قلت له عرفتي اش غدير؟ واحد اليومين بقى تعطيني شي قروات ديال الكيف، كان ديك الساعه تنكمي غير كارو عادي، وكميت تنعطيني الكيف تنعمر كارو تنكميه، والله العظيم تقاد ليا النعاس. علاش دابا بزاف الناس مثلا عندهم دي سورمناج دي ستريس دي بعض الحوايج بزاف، ولا تيميلوا للكيف، مع انه ممنوع، مع انه البوليسي تيشدوا مالي، مع انه ولكن انا ماشي تنشجع عليه، ولكن احسن لينا من هادشي اللي ولا دابا، هذا الوسخ اللي ولا دابا اللي فيه القتل والجرائم وداكشي. شوفوا هاد القصه اللي عاودت لكم، راه دخلت معكم فيها بزاف ومشينا بعيد وهضرنا حتى بعض الاسرار ما خصناش نقولوها،
وقلت راه شي حاجه ما كنتش نقولها. واحد النهار حضرت على الماجون، وواحد اخينا عنده واحد القناه راه معروف، قال لي ما عبد القادر خراز راه تياكل الماجون ديما عينيه طايحين. دابا اليوم هضرت على الكيف، قلت فايت كميت الكيف وفايت الريكور ديما تيكمل الكيف. كمينه واحد ماشي كمينه، كاينه في شي مناسبات داكشي وديك السده والسبسي، وتيبقى داك اللي تيكمل الكيف تيهضر مع السبسي بالحركات، تيقول جاو داو تما، جا السيد قال لي تفضل. جا السيد حتى تيشوف البوليس تيدير تدخل شي قهوه، شاد السبسي تيدير ليه، تيبقى يشوف التلفزيون. تيضحكوني لما تكون داخل شي قهوه كنت تكمل كيف تتكون الكره خدام تيزعل تيلقى البوليس تيدير تيبقى يشوف التلفزيون. تقول السلام تتفرج كره خويا، شكون هادو اللي لاعبين؟ نعم شكون اللي لاعبين؟ الكره هادو، شكون هذا الفريق؟ هو كان ما كان تيشوف التلفزيون، كان هذا الفريق ديال الخليج هادو. والله تيكمل كيف الله يعفو عليه، ونطلبوا من الله يقنوه باش تحل هذا المشكل. والسلام عليكم ورحمه الله.